السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح مكونات الفلتر 5 مراحل ودور كل شمعة، عشان لو حابين نشتري فلتر أو نشتري أي قطعة غيار للفلتر بتاعنا يبقى احنا فاهمين وعارفين دور كل قطعة فيهم. يلا بينا. السلام عليكم. خلينا الأول متفقين إن الفلتر ال5 مراحل هو عبارة عن معالجة للمية، وبيتكون من 3 مراحل ومرحلتين فوق. المرحلة الأولى اللي هي البولي، المرحلة الثانية اللي هي الحبيبات، المرحلة الثالثة اللي هي البلوك. وهم دول اللي كانوا في نفس الفيديو اللي فات اللي هو الفلتر ال3 مراحل. بيزيد عليهم مرحلتين إضافيتين فوق اللي هو المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة. المرحلة الرابعة اللي هي اسمها بوست كاربون، وهنشرح إن شاء الله دورها وشكلها وبتتغير كل قد إيه. والمرحلة الخامسة بتكون عبارة عن كالسايت، وفي فلاتر بيكون بدل الكالسايت ده انفرا، وبيكون فيه بوست كاربون، وبيكون فيه برضو الكالاين زي ما موجود هنا كده، وبيكون فيه يو اف، وبيكون فيه الترا فلتريشن. يعني فيه حاجات كتير قوي قوي في الفلتر في الشمعة الخامسة دي بالذات، وان شاء الله هيكون لها فيديو مخصوص. بس خلينا الاول نشرح على اللي موجود قدامنا اللي هي الالكالاين او الكالسايد، يعني اللي هو في اغلب العموم. خلينا الاول بس مراجعه بسيطه كده. الفلتر ال5 مراحل اللي هي الشمعه الاولى اللي هي دي تبقى عباره عن بولي، او بيكون اللي هي الشفافه، وطبعا دي دورها الاساسي زي ما قلنا، دي تعتبر وش المدفع ولها دور كبير وجزء كبير في تنقيه الميه. وطبعا يعني يستحسن ان احنا نغيرها باستمرار كل شهرين ماكسيموم، ما نعديش اكتر من شهرين شهرين ونص يعني. ودي مسؤوله عن ازاله الرمل والطين والاتربه في دخول الميه. دي الحبيبات، هنا الحبيبات او الكربون زي ما قلنا برضو. الصوت اللي سمعناه ده هو كربون، ده استخدامه بيشيل اللون والطعم والريحة الغير مرغوب فيهم. والكربون ده بيختلف من شمعة لشمعة، وطبعا كل ما كانت الشمعة نظيفة كل ما كانت يعني اللون وطعم المية نظيفة جدا كمان. وعلى فكرة ووتر وورلد ده من أنظف الشمع اللي موجود في مصر. الشمعة الثالثة اللي هي البلوك او المصمت، اللي هو بيكون نظام شبك كده، تمام، وبتركب اي اتجاه. اهم حاجه قلنا يكون الجوان ده لفوق. ودي مسؤوله عن برضو لو قلنا ان اي حاجه عدت من المرحله الاولى او المرحله الثانيه المرحله الثالثه تعمل لها بلوك، ما تعديش على المرحلتين اللي فوق. وبرضو بالاضافه ان هي بتشيل المواد العضويه الدقيقه، يعني بكتيريا ما اعرفش ايه الكلام من ده. يبقى في بكتيريا في الميه كده احنا ما بنشوفهاش، فهي دي اللي بتشيلها. تعال بقى يعني نعلى اكتر من الفلتر ال3 مراحل. الفلتر ال5 مراحل اللي هو فيه شمعتين زايدين، وظيفتهم يا باشمهندس البوست كربون. البوست كربون ده هوريه لكم برضه. في صوت هنا برضو عامل زي الرمل، هو نفس الكربون اللي في الشمعة التانية. والكربون بالذات ده بيكون كربون نشط عالي جدا، وده بيحسن طعم المية كبيرة جدا. يعني ده بيخلي طعم المية كويسة جدا جدا. طبعا في الاول وفي الاخر يا جماعة خلينا متفقين ان الفرق بين فلتر وفلتر في الدنيا هو خامة شمع، مش الاسم. الاسم ده مجرد ستيكر بيتحط عشان بس يبقى احنا فاهمين وعارفين ان الكلام ده ربنا يحاسبنا عليه. ولما تروح تشتري اي شمعة اهم حاجة تكون خامة الشمع اللي جوه. يعني او لما نروح نشتري فلتر نكون عارفين ومدركين ان الفلتر ده ما هو الا شمع مش ستيكر. الستيكر ده اي ستيكر بيتحط ما عنديش مشكلة فيه، اهم حاجة خامة الشمع اللي جوه نوعه ايه. وده بيفرق في طعم وتنقية المية، سواء 3 مراحل او 5 مراحل او 7 مراحل او حتى محطات التحلية الكبيرة. نرجع لموضوعنا. البوست كربون دي بتتغير من سنة لسنة ونص على حسب استخدام المياه. طبعا بيبقى فيها عبارة عن كربون نشط جدا، بيحسن طعم المياه وبيخلي جودة المياه كويسة. لون المياه ما بيبقاش مصفر كده، بيبقى لون مياه نقي
بس هو ده جودة ووظيفة الشمعة دي. الشمعة اللي هي الخامسة اللي هي اسمها كالسايد أو الكلاين، دي بتفيد الجسم بالأملاح والمعادن المفيدة للجسم. في ناس أو في فلاتر بتلاقي هنا الكالسايد اللي بيكون فيها زي نظام زلط كده، واللي هي صورتها على الشاشة دلوقتي. وفي تاني بيكون فيها الكلاين، وفي حاجات كتير زي ما احنا قلنا، وان شاء الله هنشرح كل الكلام ده في فيديوهات جايه ان شاء الله. بس هو ده مكونات الفلتر الخمس مراحل. وطبعا الفلتر الخمس مراحل بيكون ليه حنفيه لوحدها، مش زي الحنفيه اللي هي اللي الفلتر الثلاث مراحل. يعني بيكون في حنفيه لوحدها كده، تبقى شكلها شيك كده، بتركب على الحوض او بتركب على الجدار، وبيكون يعني ايه اشيك 100 مره من الفلتر الثلاث مراحل. بس هو دي مكونات الفلتر الخمس مراحل. اتمنى تكون عجبتكم ان شاء الله، وما تنسوناش دايما باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.